الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخط أحمر جديد. يعتبر ده خط أحمر خامس. ايه الموضوع؟ خلينا بس نرجع شوية عشان نفتكر مع بعض ايه هي الخطوط الحمراء. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حط أول خط أحمر كان في ليبيا، سرت الجفرة، لما كان في خلافات ما بين الشرق الليبي اللي هو فيه حفتر والغرب اللي هو فيه حكومة الوفاق، وقال لك سرت الجفرة ده خط أحمر. 2، حط خط أحمر بخصوص موضوع سد أثيوبيا. سد أثيوبيا طبعا الخط الأحمر بتاع سد أثيوبيا وصول مصر مرحلة الجفاف، يعني احنا لينا 55 مليار مثلا، لو جالنا منهم 5 جالنا منهم 10 ده يعتبر خط أحمر، لأن احنا كده هنخش في الجفاف رسمي. لكن احنا حاليا الحمد لله عندنا مفيد توشكا أساسا اللي هو فيه مية زيادة، يبقى ده التاني. التالت خط أحمر مع إسرائيل على الهجرة، هجرة أهل غزة لسينا، ده خط أحمر. التلات خطوط حمر دول حطهم الرئيس المصري، زاد عليهم النهاردة بس خطين جداد والاتنين في السودان. أول خط بيتكلم فيه على وحدة الشعب السوداني والأراضي السودانية وعدم التقسيم، عدم تقسيم السودان، لأن في كلام رايح إن حاليا دلوقتي الوضع إن حميدتي في الغرب والبرهان في الشرق، ففي كلام على هدنة ونقعد وخلاص، وإن هي تروح في سكة أنت الشرق وأنت الغرب يا عم والدنيا انتهت. فهو حط خط أحمر للموضوع ده. طيب تاني خط أحمر برضو في السودان اللي هي إيه؟ عدم المساس بالمؤسسات السودانية، ما حدش يقرب لها، دي بره الخلافات، دي بره الحوارات. جميع الدول اللي الرئيس حط معاها خط أحمر تقريبا خدت الموضوع على انه شبه اعلان حرب من الرئيس، اللي هو لو تعديته ده يبقى اعلان حرب منك لطرف مصر. وفي الغالب محدش عدى الخطوط الحمراء، وفي الغالب محدش هيعديها. ما هو الراجل لما بيحط الخط الاحمر الكل بيجيب ورا.